السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا بقى يا جماعة كده شوفوا معايا، دي أحلى طريقة ممكن نعمل بيها الفشة. بنسلقها ونحمرها بالبصل بتاعها منها فيها. شايفة السندوتش ده؟ يا نهار أبيض، الدنيا وما فيها. عودين الجرجير مع الفشة المتحمرة السخنة ومعلقة السلطة واديها. فعلا فعلا افضل واحسن طريقة، حتى الناس اللي ملهاش في الفشة قوي بعد الفيديو ده هتحبوها. تعالوا نشوف عملناها ازاي. اول ما الجزار بيذبح بوصيه على الفشة، بيجيبها لي كده الفص كله على بعضه، اللي هي الفصين وبينهم الزور بالمنظر ده. بحطها في المصفى زي ما انت شايفة، وبايديكي اوعي السكينة. تاني بقولك اوعي السكينة تيجي ناحيتها، لو قطعتي فيها اي حاجة بالسكينة هتتهري منك وهي بتتسلق. نزلي المية بقى كده في كل الفتحات اللي فيها، لان دي بيبقى فيها تجمعات دمويه كلها لازم تنزل عشان الفشه تبقى ريحتها حلوه. بصي بقت قمرايه عسل. وبعد كده سيبيها تتصفى بقى في المصفى كويس قوي لغايه ما نظبط الميه بتاعتها. حله كبيره، ولازم طبعا تكون حله كبيره لان الفشه بتقعد تتنفخ وتتملي ميه على اخرها. بحط فيها بصلايه، وبحط فيها ورق لورا وملح وحبهان ومعلقه خل مهمه جدا. ما تخليش الالومنيوم تغمقي معانا، وفي نفس الوقت تسرع لي مده التسويه. واسيب بقى الميه تغلي بكل ده. وبعد ما المية تغلي بالبصل والورق اللورا والحبهان ومعلقة الخل والملح، بجيب الفشة تكون اتصفت تماما واحطها في الميه زي ما انتم شايفين، اغطسها كده. وتعالوا اوريكم بقى طريقه التسويه المظبوطه بتاعتها. بخلي النار متوسطه واقلب غطا الحله على الظهر بالشكل ده. طبعا دي طريقه بقى امهاتنا بقى. وبعد كده بحط تقيله فوق الغطا، يعني بوله كده فيها ميه وبحطها فوق الغطا علشان الفشه بتقعد تملى هوا وهي لسه نيه، وبتبقى بتفور، تخلي الحله تفور وتعلى معانا بالشكل ده. ما بيجرالهاش اي حاجه خالص، بس وطي النار. تعالوا بقى نجيب بصلتين حلوين كده على ما الفشه تستوي براحتها. في الحله العاديه خدت معايا حوالي ساعه الا ربع. لو عندك حله الضغط هتبقى اسهل، مش تاخد ربع ساعه او اقل كمان. بصي بقى، بقطع البصل رفيع كده بالشكل ده، وبعدين افدغه كله من بعضه، يعني افصصه من بعضه بالشكل ده واكسره بالسكينه كده. وبعد كده اروح جايبه صينيه ومفضيه فيها البصل كله على بعضه. بصلتين كده بس كبار زي ما انتي شفتي. الفشه اللي قدامك دي كانت 3 كيلو قطعه واحده على بعضها. وبعد كده البصل كده بروح حطاه في الصينيه، واحط عليه رشه ملح وادعكه في الملح كويس قوي لغايه ما احس ان هو طري كده تحت ايديا، واركنه بقى واسيبه لغايه ما الفشه بتاعتنا تكون اتسلقت. بصفيها في المصفى تاني وابردها بالميه واسيبها تنشف وتبرد خالص، تكون بقى متماسكه بالشكل ده وفي نفس الوقت مستويه جدا. دي بقى الحلويات بتاعتها. والله اسمها كده، مش انا اللي بدلع، اسمها حلويات اللحوم، اللي هي الزور والحتت اللي بتبقى الخارجيه دي اسمها حلويات. بصي بقى بنقطع الفشه ازاي. بجيب حته حته، لازم تكون بردت خالص خالص عشان تعرفي تقطعيها وتتحكمي فيها وما تتهريش منك يا حبيبتي لا قدر الله. بقطعها بقى كده بالشكل ده، وكل اللي هيتقطع هروح حطاه على البصل اللي كنت مقطعاه في الاول. او عشان كده قلتلك لما نقطع البصل نحطه في الصينيه، صينيه كبيره عشان احط حتت الفش عليها. قطعي بقى، قطعي كده. وبعد كده هاتي بقى الحلويات بتاعت اللحوم دي. بصوا، حلويات حلويات والله. حطيها برضو معاه، وقطعي الزور برضو بالشكل ده. دي القرقوشة دي بتقرقش، بتبقى جميلة في الأكل بس تستوي صح. وبعد كده زي ما انت شايفه بقلب الكميه كلها في البصل كويس قوي، واركنها واروح جايبه بقى زيت حطاه على النار. ونشوف بقى هنحمرها شويه بشويه، ما بنزودش الشويه في الزيت لان هي بتفور برضو في الزيت. بصي، مع اول شويه بيبقى نفسها ومنى عينها انها تفور، وانا ابدا قلت عمري ما هديك الفرصه دي ابدا. حطيت بقى المصفى بتاعت الزيت وحطيت عليها شويه الفشه بالبصل كده. بنحمر البصل معاه، ما بيتحمرش قوي بس بيدي طعمه في منتهى الجمال، بيخلي لك الفشه دي مسكره. والله يا جماعه ما هتعرفوا تشيلوا ايدكم من طبق الفشه من جماله. بفضل بقى احمرها كده، وبعدين بطلعها على مناديل تصفي الزيت اللي فيها كله. وبعد كده بقى بنقدمها بطريقه جميله وشهيه اكتر ما الفشه بتاعتنا النهارده شهيه، الله اكبر عليها.
شايفه البصل اتحمر بس ما اللي هو ايه، ما خدش لون زي بتاع الكشري كده، لا بصل ابيض طعمه مسكر كده. هاتي بقى طبق وفرشيه جرجير وحطي الفشه بالبصل عليها كده. شايفين التسويه محمره من بره وطريه جدا من جوه. قدمت معاها سلطه طماطم بميتها الحلوه دي، وقدمت معاها كمان سلطه طحينه، وعيش بقى بلدي كده طري من الفرن. يا سلام يا سلام. ويلا بينا اديها بصي، اقلبي الرغيف كده لجوه بالشكل ده. مين عارف قلبة الرغيف دي اسمها ايه؟ مش كلكم هتعرفوا الحركة دي، ليها اسم معين. وبعد كده انزلي بالفشة. ما تنسيش ان انت ترشي عليها ملح وفلفل اسود وكمون وكزبرة اول ما تحطيها في الطبق وهي سخنة. لو وصلتوا لغاية هنا ما تنسوش لايك حلو للفيديو، ويلا على طول تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بأمر الله. وسلام عليكم.